السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم واحد السيروم او بخاخ بالنسبه للشعر زوين بزاف بزاف. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو نشوفوا المكونات وكذلك طريقه التحضير. بالنسبه للمكونات اللي غادي نستعملوه في هذا السيروم او البخاخ كيف ما كتشوفوا معايا في الشاشه هي كلها مكونات طبيعيه وكذلك كنعرفوها انها مفيده بالنسبه للشعر. بالنسبه للمكونات اول مكون عندنا هو الازير او اكليل الجبل. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نقرب لكم الشاشه باش تعرفوه. بالنسبه لاكليل الجبل عنده واحد الفوائد كثيره بالنسبه للشعر. كيف ما كتشوفوا معايا في الشاشه راني عطيتكم بعض منها. بالنسبه للمكون الثاني كيف ما كتشوفوا معايا عندنا الزعتر، وكذلك بالنسبه للزعتر فهو غني عن التعريف، عنده بزاف ديال الفوائد. بالنسبه للمكون الثالث عندنا كذلك القرنفل. بالنسبه للقرنفل كنعرفوا حتى هو عنده فوائد كثيره بالنسبه للشعر. كذلك بالنسبه للقرنفل فيه واحد الريحه زوينه. بالنسبه للمكون الرابع كيف ما كتشوفوا معايا اللي هو الزعتره. كيف ما كنعرفوا انه كاين فرق ما بين الزعتر والزعتره. نقرب لكم الشاشه باش تعرفوا الزعتره تتكون ديك الورقه ديالها رقيقه. بالنسبه للزعتره حتى هي عندها واحد الفوائد كثيره بالنسبه للشعر. عندنا كذلك المكون الخامس اللي هو الباديان او اليانسون. كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه لليانسون عنده حتى هو واحد الفوائد كثيره بالنسبه للشعر كيف ما كتشوفوا معايا في الشاشه. عندنا كذلك المكون السادس اللي هو السانوج. كيف ما كتشوفوا معايا او الحبه السوداء، حتى هو غني عن التعريف بالنسبه للفوائد الكثيره ديالو بالنسبه للشعر. بالنسبه للمكون السابع بالنسبه لعدد المكونات فهي 8 ديال المكونات. عندنا المكون السابع كيف ما كتشوفوا معايا اللي هو الورد، وكذلك الورد غني عن التعريف، يعني كان استعملوه في بزاف الوصفات ديال الشعر وكذلك ديال البشره. بالنسبه للمكون الاخير واللي هو المكون الثامن كيف ما كتشوفوا معايا هو الخزامه. بالنسبه للخزامه هي غنيه عن التعريف وكذلك بالنسبه للرائحه الجميله ديالها وكذلك الفوائد الكثيره اللي فيها بالنسبه للشعر وكذلك فروه الراس. من بعد ما كملنا المكونات كامله غادي نمشيو نشوفوا طريقه ديال تحضير هاد البخاخ او هاد المنقوع ديال هاد المكونات اللي كيقوي لينا الشعر وكينبتو من الجذور ديالو. بالنسبه لهاد الوصفه راها زوينه بزاف، كنتمنى انكم تجربوها وغتعطيكم واحد النتيجه في واحد الوقت قصير، لاننا غادي نطبقوها على الشعر ديالنا يوميا. بالنسبه للكميه اللي كناخدو القياس اللي غادي نخدمو به. بالنسبه ليا هنايا غادي ندير تقريبا معلقه كبيره من كل مكون، وممكن اننا نضيفو بالنسبه للمكون اللي كتعجبنا الرائحه ديالو، مثلا قرنفل او الورد او الخزامه، ممكن اننا نضاعفو الكميه ديالو. من بعد ما كناخدو الكميه اللي غادي نحتاجو باش نطحنوها، من قبل ما نطحنوها غادي نسخنوها. من الاحسن اننا نسخنوها في حمام مريم. كيف ما كتشوفوا معايا كناخدو واحد الاناء ونديرو فيه الماء وكنحطو فوقه هذاك الصحن اللي درنا فيه المكونات ونوضعوه فوق النار حتى كيسخنوا لينا هذوك المكونات. من بعد ما سخنا المكونات كيف ما كتشوفوا معايا غادي نطحنوهم في الخلاط الكهربائي. كيف ما كتشوفوا معايا ها هي ولات عندنا واحد بودره ديال هذوك المكونات اللي غادي نصيبوا بهم البخاخ. بالنسبه لهاد الطريقه اللي غادي نعطيكم فهي زوينه بزاف، ما غاديش تخليكم تعجزوا باش ديروا هاد البخاخ لشعركم.
والصراحة كنشكر عليها واحد السيدة، وكنتمنى حتى نتوما تشكروها، اللي الصراحة ما بخلاتش عليا وعطاتني، لحقاش شفت ما شاء الله عليها شعرها تبارك الله زوين، وسولتها على الوصفة، ولكن قلت علاش ما نشاركهاش معاكم حتى نتومايا. الصراحة راها زوينة زوينة بزاف، وكنشكر هذيك السيدة اللي عطاتها ليا، وكنتمنى انكم حتى نتوما تجربوها، وإلا عجباتكم ترجعوا تخليوا لي تعليق وتقولوا لي ان الوصفه نالت الاعجاب ديالكم، وكذلك تشكروا هذيك السيده اللي عطاتنا الوصفه. بالنسبه لهاد الطريقه راها عمليه كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ناخذوا واحد الخنيشات بهذا الشكل هذا، وكنعمروا كل خنيشه بتقريبا 2 معالق صغار من هاد المكونات، وكنسدوهم كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نحتفظوا بهم فين ما غادي نحتاجوا اننا نصيبوا هذاك البخاخ او هذاك السيروم. كناخذوا عفوا واحد الخنيشه منهم. كيف ما ذكرت لكم، من بعد ما غادي ناخذ هذيك الخنيشه باش غادي نحضر السيروم ديالي، غادي ناخذوا واحد الكاس وغادي نوضعوا فيه هذيك الخنيشه اللي فيها هذوك المكونات اللي طحنا من قبل. كيف ما ذكرت لكم يعني غادي تكون عندنا واجده، غادي نوجدهم، غيكونوا عندنا واجدين ملي غادي نحتاجوا السيروم ديالنا. غناخذوا خنيشه وغنوضعوها في الكاس، وغنضيفوا ليها الماء مغلي كيف ما كتشوفوا معايا، ونغطيوها بواحد الصحن. ضروري اننا نغطيو الكاس ديالنا. بالنسبه للوقت كنخليوها مرقده تقريبا واحد 6 سوايع، يعني ممكن نديروها في الليل ونخدموا بها الغد ليه في الصباح، او ممكن نرقدوها في الصباح ونخدموا بها في المساء. كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما كنخليو هذوك المكونات مرقدين كيتبدل ليا اللون ديال الماء كيف ما كتشوفوا معايا، يعني كيكونوا طلقوا هذوك المكونات. من بعد غادي نجيبوا واحد البخاخ بهذا الشكل هذا، ممكن اننا نشريوه او ناخذه الا كان عندنا في المنزل مستعمل نعاودو نخدموا به. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نخويو فيه هذاك المنقوع. بالنسبه لهذا السيروم راه كيبقى مده اسبوع في الثلاجه، يعني ما كيطرى ليه والو، وكنديروه للشعر ديالنا يعني ما كيخسرش. كيف ما ذكرت لكم راه غير الا بغينا نعكزوا اننا نديروا الضوء للشعر ديالنا. بالنسبة لطريقة الاستعمال كنطبقوه على شعرنا أو على الفروة ديال الرأس، يعني كنديرو هاد البخاخ كنديروه يوميا. كيف ما ذكرت لكم ما غاديش نحتاجو كل نهار أننا نحضروه، يعني كنديروه وكنحتفظوا به في الثلاجة وكنخدموا به كل نهار، وراه كيعطي واحد النتيجة زوينة زوينة بزاف وفي واحد المدة اللي قصيرة. كنتمنى أنكم ما تعجزوش على هاد البخاخ وتجربوه الصراحة. وكيف ما كتشوفوا المكونات اللي فيه راها كلها مكونات زوينة ومفيدة بالنسبة للشعر ديالنا، والكل كيعرف هاد المكونات والفوائد ديالها. بالنسبه لهاد السيروم اللي زوين فيه اننا نديروه لشعرنا وبلا ما نغسلوه، يعني كنخليوه في شعرنا وتا الرائحه ديالو تتكون ريحه زوينه. كيف ما ذكرت لكم ممكن اننا نديروه يومين ونغسلوه 3 ايام على حسب، ممكن اننا نخليوه في شعرنا حتى لمده اسبوع ماشي مشكل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى كذلك ما تبخلوش عليا بلايك الفيديو وتبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء ديالكم. كيف ما كتعرفوا انني كنجيب لكم وصفات مجربه وناجحه 100%. نخليكم في امان الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وافكار جديده.